اشنو خصك باش تصايب البطاقه الوطنيه لاول مره؟ اول حاجه غنحتاجوا عقد الازدياد. هذا عقد الازدياد خصو يكون بالعربيه والفرنسيه وخصو يكون نسخه اصليه، فغتمشي تاخذو من المقاطعه اللي تابعه ليها البلاصه فين تزاديتي. ثاني حاجه غنحتاجوا شهاده السكنه. هاد شهاده السكنه باش نقادوها غيخصنا نمشيو عند المقدم يعطينا واحد الورقه اللي غنديوها لعند الدرك او للامن الوطني على حساب نتا المجال اللي كتنتمي ليه باش تاخذ شهاده السكنه اللي مسلمه من طرف الدرك او للامن الوطني، كيف قلنا على حساب المنطقه اللي انت تابع ليها، واش كتنتمي للمجال الحضري او للمجال القروي. ثالثا غنحتاجوا 4 ديال التصاور. هاد التصاور ضروري تقول المصور بلا راك بغيتيهم لاكار باش يديرهم لك على حساب المقاسات ديال لاكار. ورابعا غنحتاجوا واجبات الطابع واللي هي تقريبا 75 درهم. فاش غادي نجمعوا كاع هاد الوثائق اللي هما عقد الازدياد، شهاده السكنه، 4 ديال التصاور والثمن ديال التامبر، غنديروا هادشي في واحد الظرف وغيخصنا ناخذوا موعد في موقع سيني.ma. ونهار غيكون عندنا الموعد غنديو معنا هاد الوثائق غنسلموهم ليهم، غنحطوا البصمات وغنخلصوا الثمن اللي كيف قلنا 75 درهم. وبحال هكا غادي تاخذ واحد الورقه اللي فيها رقم البطاقه الوطنيه ديالك، ومن بعد 15 حتى ل 30 يوم غتكون لاكارت ديالك واجده تقدر تمشي تسلمها.